وأخيرا جبهة بوليزاريو ستقبل بالحكم الذاتي. واحد الجريدة إسبانية إل بيس دارت واحد الجولة ميدانية المخيمات تندوف، وشافت الناس وتلقات مع المسؤولين، يعني خرجت بواحد التقرير ونشرته. كتقول في هذا التقرير بأن بوليساريو كشعب وحكومة ولاو كيتجاوبوا مع هذا الحكم الذاتي، وبأنه شيء ممكن التنفيذ. هذه الجريدة هذه الإخوان جريدة إسبانية يعني معروفة عندها، يعني لو غينا نقولوا هي مصدر موثوق، وبأن هذا الملف هذا أخيرا بوليزاريو وجدت راسها، يعني وجدت نفسها في أرض الواقع وفي أمر الواقع. الحكم الذاتي وهو الحل الوحيد. كاينين بعض التعاليق كيجوني كيقول لك المغرب جلس مع بوليزاريو، وراه العكس. بوليزاريو في عمرهم كانوا كيقبلوا بهذه الفكرة ديال الحكم الذاتي. دائما هما التقرير المصير استقلال ما عرفش شنو، مجموعة تما ديال الخليط، شي مالي شي من نيجر شي ما عرف ماين جامعينهم، وقال لك بغاو يديروا دولة. واش هذا يعقل؟ هذا تجمع الناس من العالم كامل وتجمعوا في واحد المنطقة وتبقى تطالب انت بدولة ودي الأرض بالمغرب؟ يعني هذا العالم كامل الآن راه مع الحكم الذاتي. أمريكا، إسبانيا، فرنسا، مؤخرا مالي، كينيا، يعني العالم شاف بأن الحكم الذاتي وهو الحل الممكن أصلا. فهمتوا الإخوان؟ إذن هذا الشيء اللي كشفته هذه الصحيفة خبر مزيان، وهذا الشيء اللي كنطلبوا حنا، كنطلبوا الأخوة بين بالخصوص بين المغرب والجزائر، تتحل هالعقدة هذه، تفتح الحدود إن شاء الله، ونبدأ صفحة جديدة. هذا الشيء اللي كاين. الله عليكم.